السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيانه؟ اموركم على خير؟ نتمنى جميعا يا ربي تكونوا على خير وبخير. وتحياتي لخوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن فيما كنتو، وتحياتي للمتتبعين الزوينين الاوفياء. واللي دخل اخوتي دير لينا اللايك، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويخليه لكم في الجنه ويخليه لكم ان شاء الله في الرزق والتيسير وفي الحياه ديالكم تيسير، والله يجعل ربي ينوركم الكبيدات. المهم اخوتي شاهدوا لي الفيديو من الاول للاخر وتنشوف، طلعوا لي قناتي حيت تنشوفها هبطات، التفاعل ديالها هبط مره. المهم اخوتي العزاز، كما قلت لكم القناه ديالي هبطات بمره. تحياتي لاخوتي العزاز، نتمنىكم ان شاء الله تفعلوا لي مع القناه، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويدير لكم طريق في الضيق. باغا نكمل نحقق غير الشروط ديال اليوتيوب، الله يجعل ربي يسهل عليكم اخوتي العزاز. وكنفرضوا الراي ديالنا على كل الناس اللي تنشوفوا الفيديوهات، كنتفرجوا حتى حنا متتبعين ديال ناس اخرين وكنشوفوا اللي زعما حنا كنتفرجوا في شي فيديو كنحللوا الموضوع ديالو. حنا ماشي كنتساموا مع بنادم ولا كنسبوا شي حد اولا باش الانسان غادي يخرج من عندك. ماشي الانسان راه كيسب ولا كيقذف شي واحد الا اللي يستاهل، ومع ذلك حنا كنديروا انتقاد كنديروه برحمه، ما كنتقدوش شي واحد بعنف ولا كنقولوا له سيرك انت فيك ودايروا الاسرار كاع ما كنبغيو نقولوها، راه ربي اللي مطالع. لانها حنا ما باغيينش اخوتي العزاز يعني الانسان غيطلع قانا على واحد السيد هو مظلوم ويعايرو اولا يضرب فيه اولا يجبد له اسراره، حشومه عيب وعار. حنا كنشوفوا من خلال هاد الفيديوهات كنحلوا كنعطيو الراي ديالنا، وحتى نتوما خليو لي الاراء ديالكم والكومونتيرات مفتوحين اخوتي العزاز. واللي ما جاوبتوش البنات الكبيدات راه ماشي تجاهل مني، ما كنبغيش نجاوب على التعاليق، انا راني ما قارياش، وغير كنقرا ليا شي واحد انا اللي صيفط التعليق ديالو راه كنصيفط له قليبات، لان باش يعرفني راني كنشوف التعليق ديالو. نهار ان شاء الله اللي غيكون معايا شي حد قاري اللي ولا راجل اللي يكتب ليا راني غنرد عليكم كاملين الزوينات، ما تقلقوش مني، الله يجعل ربي يسهل عليكم. واخا تخليو لي الكومونتيرات ديالكم راني كنشوفهم، الله يخلي لكم الرزق والتيسير له، لا يخطيكم اخوتي العزاز. المهم الحباب ديالي راني كنتفرج في وصال وعالي، هاد المرأة الشريفة المرأة العفيفة اللي كيبغيو يوصلوا عالي يخلي لي اللايك ويبارطاجي لي الفيديو. وصال اللي هي واحد السيدة اللي صراحة المتتبعين كاملين تيعرفوا واحد المرأة شريفة عفيفة، واحد الناس اللي ما عندهمش المشاكل الحمد لله، اللهم بارك، والله يبعد عليهم عين الحسود. واخا كانت ديك الايامات ناضت عندهم الشوشره والمشاكل، ولكن هما حاولوا يتجنبوا هاد الاشياء. ما شاء الله عالي، ما رجل ونعمة الرجل غادي نقولها في حقه، يعني هذا هما الرجال. والناس خوتي العزاز ديال الجبل راهم كرماء، ورحنا مشينا لعندهم، وكانت واحد الوقيته زوجات بنت خالتي وطلعنا عندهم، الناس ديال الخير وديال التيسير، والله العظيم تمشي عندهم غير جيعانه يفرحوا بيك ويوكلوك ويشربوك زعما جميع المستحيلات يديرهم على قبل الضيف ويعطيوك احسن غطاء. الله يجعل ربي ييسر عليهم. كما قلت لكم اخوتي، واخا وصال كتكون حامله او لا يعني كتوقف وكتقول لك انا باغا مساعده، ما كتقولش لك انا باغا خدامه كما كيقولوا نيت الناس، انا باغا خدامه اللي تعاونني ولا باغا خدامه حيت بعض الناس اللي كيكونوا لاباس عليهم، تحياتي لهم هذا المنبر هذا، الخدامه عندهم بحال خدامه بحال الحشره. ولكن الناس الظريفين اللي زوينين بحال وصال وعالي كتقول لك باغا بنيوته اللي تساعدني، اللي توقف معايا واللي تخدم معايا وكتحس بكل شيء. الله يجعل ربي يزيدها من فضله ويعطينا يعطينا ويعطيكم الخير كاملين، والله يجعل ربي يستر عليهم، لان ناس في المحتوى ديالهم تيشرف المغرب. ما كنتوقعش انا المتتبعين ديالي جاوبوني في اللايكات شكون اللي ما كيتبعش وصال وعالي، واحد المحتوى اللي نقي وديال الجبل والشجر، وصراحه داك الشيء اللي كيديروا زوين، وديك الماكله اللي كيطيبوا اقسم بالله اخوتي العزاز الا كتشهي ناس في المستوى الحمد لله. ما قدروش هما يطيشوا جيت المشاكل وجيت انتقاد وجيت الله يدير لك الله يفعل لك، واخا ناضت المشاكل وناض هو خوه وكذا، ولكن وصال وعالي ذكيين حاجوا راسهم من المشاكل، يعني عندهم واحد المحتوى اللي نقي، وربي يسر عليهم وقادوا دويرتهم وداروا ما شاء الله طوموبيل، وهذا الله يجعل ربي يزيدهم من فضله لان يستاهلوا. والتقضيه كيشاركوها مع الناس اللي مع المتتبعين ديالهم، تيشاركوا معك التقضيه، تيشاركوا معك الطياب، تيشاركوا معك الكوزينه، تيشاركوا معك كل شيء، لان ما عندهمش شي حاجه فيها الغش،
ما عندهمش اخوتي العزاز يحلفوا على الغش ولا كيضربوا في شي واحد ولا باغيين غير يطلعوا قانتهم على شي حد. بالعكس هما قانتهم طالعه، ولكن بالمحتوى بالمجهود ديالهم. هذه شهاده كنعتز بها في حقهم، واللي كيوافقني الراي يخلي لي اللايكات ديالو ونشوف المحبين ديال وصال وعلي شحال، لان عندهم متتبعين زوينين وعندهم متتبعين نقايه وعندهم متتبعين وكيخليو لهم كومونتيرات زوينين. يعني ما يحتاج تابعين جلاله بالنفخ ضرب فيا نضرب فيك، عايرني نعايرك باش نجري واحد الصلح. خاصني نستغل الانسان الحشومات الشي وعيب وعار. بالعكس الناس ديال الجبل او لا الناس ديال علي ووصال احسن ناس وحق الله العظيم. يعني عندهم محتوى زوين، محتوى تقديري تكوني كتفرجي فيه انت ووليداتك وعائلتك، تكوني فيه انت وعائلتك، وتكوني فيه انت وراجلك ووليداتك. يعني ما فيه شي حاجه اللي كيقلب بالحياه. مع عكس ذلك ديال المنتقدين اللي بعد شي وحده كتدخلي على قناتها تتقول لك ديري الكيت ولا ما درتيش الكيت، واللي ما عندوش اختي الكيت كتقعدوا تفرتوا في الهضره. الانسان تيكون مع وليداته واللي كيتفرجوا وليداته. يعني علاش ما هذوك المنتقدين ولا الناس اللي كيتضاربوا يديروا بحال علي ووصال، ويكون عندنا واحد المحتوى في المغرب يكون زوين، واحد المحتوى اللي كيصرف زعما كيشرفك، واحد المحتوى اللي الانسان يتمنى يتفرج فيه. عرفتي اخوتي العزاز وحق لا اله الا الله، زعما داك الشيء انا بعدا انا من المتتبعين ديالهم وكيعجبني المحتوى ديالهم، وما كاينش شي حاجه اللي تنتقديهم عليها خايبه. ما كايناش اخوتي العزاز، اقسم بالله ما كاينه. علاش؟ هاد الناس غير كيطيبوا، غير كيسيقوا، غير كيغسلوا الثلاجه، غير كيستفوا الخضره، غير مسوقين، غير يعني واحد المحتوى اللي كيشرف المغاربه. وانا خليوا لي اخوتي الاراء ديالكم. انا كنتمنى ان شاء الله باذن الرحمن تخليوا لي الاراء ديالكم، وغنشوف المتتبعين ديال وصال وديال علي شحال عندهم ديال الناس اللي كيحبوهم. هاد الناس تخليوا لهم كومونتيرات زوينين، لان يستاهلوا اخوتي العزاز، قسما بالله يستاهلوا. غير الكلمه الخير، غير الكلمه الخير، الكلمه الطيبه. صراحه كل شيء عندهم زوين اخوتي العزاز. شوفوا العربيه، قسما بالله الا كانت عندك دار بحال هكا في العربيه فين غتفكري تسكني في المدينه؟ بالعكس عرفتي داك الهواء النقي وداك ما بدلاتش هي المحتوى ديال العربيه، حيت عطاها الله، خرجات مشات، هي عطاها الله في العربيه، ولكن هي قادت الموضوع، عرفت كيفاش تقاد دارها، عرفوا كيفاش يصيبوا، عايشين بحال القياد. اللهم لك الحمد يا ربي ولك الحمد. يعني بحال هذا المحتوى هذا بالعكس فلوسه حلال، وكتعرفي كيفاش كتاكلي طرف ديال الخبز وانتي مرتاحه، ماشي كتضربي في الانسان وتوسخي صورته وتعايريه وهذا وتتاكلي واحد 2 دراهم. داكشي اللي كتب الله تعطيه لك ديال اليوتيوب وانتي عارفه حرام، حيت ملي كتخرجي اسرار الناس وكتبقاي تضربي في الاعراض الناس، هذيك راه اقبح من اللي كتسرقي، اقبح من بزاف د الحوايج. المهم اخوتي مع السلامه، وتهلاو لي في راسكم وبارطاجيو.